صباح الخير. من المفارقات الغريبة والعجيبة الواحد اللي بيكتشفها في البشر حاجتين. الحاجة الأولانية، لما تشوف كلب في الشارع وتطبطب عليه، تملس عليه بس، تديله حاجة ياكلها أو تديله حتى شربة مية، يا سبحان الله، تلاقي الكلب ده يشم ريحتك على بعد أميال ويجري لك عشان يسلم عليك ويبوسك ويحضنك وكل حاجة. في وفاء كبير جدا. حتى الشاعر قال له ايه: فيك الوفاء وفيه الغدر. نشوف كده مع الانسان تعمل معاه اجمل واقوى الخدمات الانسانيه، وبعد ما تخلص معاه الخدمه الانسانيه هي وتديها له ويستفاد منها، لو سلم عليك يبقى لك الكلام، مع اول فرصه يديك ظهره وما يسلمش عليك وينكر وجودك معاه. اللي يقدرك قدره، واللي يقدر حياتك وظروفها وشغلك قدره. في ناس للاسف مش بتقدر الكلام ده. في ناس بتقدر مصالحها الشخصيه على حساب حياه الاخرين. مش مهم، اولعوا، بس اهم حاجه مصلحه الشخصيه تتجاب. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه التانيه، اللهم صل على النبي، الحاجه التانيه مرتبطه بالحاجه الاولانيه. لو انت انسان عادي وغبت عن بعض البشر لاسبوع، يستقبلوك استقبال عادي جدا، خالي من دفء المشاعر. خلاص. لو انت انسان مش عادي، يعني قوي، معاك فلوس، هتلاقي كل ملايين البشر واقفين انتباه في شرف استقبالك عشان يسلموا عليك. هم دول البشر. هو ده الفرق ما بين البشر والحيوان الوفي. شكرا.